وطبعا نرجو الشفاء العاجل لكل الجرحى اللي معاناتنا كلنا، ونتمنى الحريه لمعتقلينا، ونتمنى لنا نحن المشردين برا اللي كمان مقطوعين انه نرجع على بلدنا ان شاء الله باسرع وقت، وبدل ما يطلعوا السوريين لسوريا لازم كنا نرجع على سوريا باذن الله باقرب وقت. اول شيء بحب اني اتشكر جمعيه النور السوريه على تنظيم الحفل هذا اللي الصراحه صار بدون اي ترتيبات، يعني كلها صارت بشكل كثير مفاجئ، فما تاخذونا يعني الامكانيات كانت متواضعه وما لحقنا نسوي كثير. ومثل ما شايفين على قد حالنا، على قد الثوره السوريه الحفله يعني شكلها. فبنشكركم كثير يا جماعه، الله يعطيكم العافيه على كل شغلكم وتعبكم. وهلا بنجي لنجمنا الاستاذ صفوت صبري. انا بالحقيقه سمعت عنه كثير من قبل، بس ما حصل لي الشرف الا من يومين قابلته وقعدت معه، وقعدنا هيك ساعتين ثلاثه بالليل. ويعني انا بعتبره مثل ما حمزه الخطيب كان وتامر الشرعي والاطفال كانوا رموز للثوره، واطفال الثوره اللي حركوا فيها، وطبعا الاسماء الكبيره كلها. انا بعتبر الاستاذ صفوت كمان ان شاء الله نجم سوريا ونجم الثوره السوريه، واكثر من غنائه واكثر من يعني طبعا شيء كمطرب، يعني انا بعتبره مطرب عالمي، اخذ الطرب السوري لمستويات اوروبيه وعالميه وامريكيه. كانسان هو من اعظم الناس اللي قابلتهم بحياتي، بهالساعتين بس اللي قعدتهم معه هو قال شغله انه انا خرط مشطي، فعلا خرط مشطي وعلى بالي راسي. وانا تشرفت كثير بعرفتك استاذ صفوت، والف شكر لك انك جيت اليوم، وانه عاد حتى سمحت لي اني اقدمك، يعني هذا فخر كبير لإلي. فشكرا كثير لك استاذ صفوت. انا ما رح اطول عليكم، بس اذا في شيء بنرجع ونحكي ان شاء الله، ونخلي الساحه للاستاذ صفوت لحتى يمتعنا باناشيد الثوريه، ويعطيكم العافيه، وان شاء الله نصل قريب نشوفكم بسوريا. السلام عليكم. السلام عليكم. الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار، الحرية لمعتقلاتنا ومعتقلينا الحرائر الأحرار، العودة للمهجرين الصابرين بهالبرد القار، والنصر على هالمجرم الطاغية النبي البشير. راح نسمع غنية اسمها معنى الحرية للشاعر أحمد مطهر. ما بنحسن نعمل أي شيء ولا نعلم ولادنا أي شيء ليبدعوا فيه إذا ما تعلموا الحرية أو داءوا الحرية. إن شاء الله يدوقوها، لأنه نحن قضينا 50 سنة من عمرنا بمنح الدنيا. عن شيء يدعى الحرية، فسألت الأستاذ بلطف أن يتكلم بالعربية. ما هذا اللفظ وما تعني وأية شيء حرية؟ هل هي مصطلح يوناني عن بعض الحقب الزمنية، أم أشياء نستوردها، أم
ممنوعات وطنية. فأجاب معلمنا حزنا وانساب الدمع بعفوية. فأجاب معلمنا حزنا وانساب الدمع بعفوية. قد أنسوكم كل التاريخ وكل القيم العلوية. سفيا تخرج أجيالا لا تفهم معنى الحرية. لا تملك سيفا أو قلما. لا تحمل فكرا وهوية. سفيا تخرج أجيالا لا تفهم معنى الحرية. لا تملك سيفا أو قلما. لا تحمل فكرا وهوية. وعلمت بموت مدرسنا في الزنزانات الفردية. وعلمت بموت مدرسنا في الزنزانات الفردية. فنزرت لئن أحياني وكانت بالعمر بقية لأجوب الأرض بأكملها بحثا عن معنى الحرية. بحثا عن معنى الحرية. بحثا عن معنى الحرية. أول ما قامت ثورتنا العظيمة